السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي واصحابي اللي بينوروني ويشرفوني دايما في كل مكان على قناة باكورد مع احمد الافندي. الحقيقة بس عندي النادي الاهلي بيستعد لمباراة الفريق الاثيوبي في افريقيا، وهتبقى مباراة صعبة. المباراة دي بيبقى زي ما بيقولوا كده بدء الاحتكاك الافريقي من بعد خسارة النادي الاهلي السوبر الافريقي. والكارثة ان انت هيبقى ما عندكش يعني زي ما بيقولوا كده ايه المهاجم، مش اللي هو لسه موديست. النادي الاهلي مش هيعتمد عليه بشكل قوي الا بعد ما اللاعب يتأقلم، لانه خلي بالك ما حضرش فترة الاعداد مع مارسيل كولر في النمسا، وبالتالي اللاعب اتظلم، اتعرض لهجوم بعد مباراة المصري، لان هو اما شارك في مباراة المصري ما كانش لسه حتى اللعيبة مش حافظ اساميها. ما تنسوش بس لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل، وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي رسول الله. فالقصه اللي جايه كلها ان موديست هيقود هجوم النادي الاهلي قدام الفريق الاثيوبي في افريقيا، ولكن مش هيبقى يعني الاعتماد بالكامل، لان في مشكله كمان في الدوري. طبعا في افريقيا لا، لان كهربا موجود، لكن في الدوري كهربا مش موجود، لان كهربا هو المهاجم الوحيد، هو وصلاح محسن كمان. لسه صلاح محسن برضو بصراحه كولر بيشكر فيه جدا. وانا من هنا بقول رساله لصلاح محسن، بقول له ركز في الفتره اللي جايه، انت معاك فرصه اخيره في النادي الاهلي. ربنا كرمك بانك رجعت مرتين قبل كده من الاعاره، وكل ما بترجع سبحان الله بتبقى مكسر الدنيا بره، تيجي النادي الاهلي بتريح، بتفيص. حاجه غريبه جدا. امسك في الفرصه في النادي الاهلي المره دي عشان تستمر. لو قدرت تجاهد مع موديست هيبقى ليك مكانه تانية جدا عند جمهور الاهلي، وفي الاهلي مع كولر والراجل شايف فيك حاجه حلوه ما تغزلوش. عموما دي كانت كده حاجات مهمه في الفتره اللي جايه النادي الاهلي بيحضر نفسه فيها. تابعوني في الاخبار القادمه، وما تنسوش لايك واشتراك وفعلوا الجرس على الكل. تحياتي ليكم واشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله. سلام.